هلا، حياكم الله. بصراحة قُلت أستغل الوقت اللي النور قاطع فيه، واللي غالبًا بتبقى حاجات كتير متعطّلة مش عارفة أعملها بسبب ده، وده يرجّعنا للموضوع بتاع الحلقة اللي اتكلمت فيها عن الامتنان، هابقى أرجعه لها، وهي إن أنا أشكر ربنا على الحاجات العادية اللي بتحصل كل يوم. كل يوم باصحى ألاقي النور شغال، كل يوم بالاقي الWiFi شغال، باصحى أشتغل، بقت حاجة روتينية جدًا. لكن النهارده لمّا ده حصل واضطريت أعمل شاي على النار بدل ما أعمله في الكاتل، فلقيت إنه لأ، ربنا مسهِّل علينا كتير بالنور، فالحمد لله على كل الأيام اللي النور كان موجود فيها. عايزة أتكلم عن إيه النهارده؟ عايزة أتكلم عن موضوع اتفتح امبارح قدرًا جدًا، و جات لي منه فكرة الفيديو ده. كانت واحدة صاحبتي بتسألني بتقول لي: "أنا باقابل واحدة صاحبتي مرتين أسبوعيًا، وطول الوقت أو شكل العلاقة العام إن هي بتشتكي وأنا باحل المشاكل، هي بتبقى بتمُر بوقت صعب وأنا باطبطب عليها، هي مش عارفة تعدّي في حاجات معيّنة فأنا بالاقي لها حلول." وده النمط السائد جوّه العلاقة. فكانت بتقول لي إنها خلاص استُنزفت وحاسة إنها مش قادرة حتى تبعت لصاحبتها دي message أو ترُد عليها. which is طبيعي جدًا، لإنه لمّا أنا بافضل أعمل حاجة بتسبب لي احتراق وبتخلّيني أعمل فوق طاقتي كبشر وكبني آدم بقى له خصوصيته وله مقدار الطاقة اللي يقدر يقدّمه، طبيعي جدًا إن أنا أحس بالتعاسة وطبيعي جدًا ما أكونش مبسوطة، وطبيعي جدًا أوصل لمرحلة إن ما فيش. طَب إزاي يبقى دايمًا في؟ يعني إزاي دايمًا يبقى عندي طاقة قدّي؟ إزاي دايمًا يبقى عندي قدرة على العطاء والتعامل والتفاعل؟ أكيد مش دايمًا بمعنى دايمًا، بس في الأغلب الأعم يعني. الحاجة دي أنا اتعلمتها وبجد فرقت معايا جدًا، جدًا في حياتي، وهي إن أنا أعمل دوري فقط، ودي حاجة صعبة، يعني بصراحة باشوف إنه غالبنا بيبقى بيلعب أدوار معيّنة في حياته لفترة زمنية طويلة، فمش بيكون سهل فجأة إن أنا أنسحب من الأدوار دي وأقول أنا هاعمل بس اللي عائشة تقدر عليه، أو الحاجة دي خارج نطاق قدرة عائشة، فأنا مش هاعملها، أو أنا أقدر أعمل كذا بس الباقي ده برّه عني. ده مش سهل، لإنه مجتمعيًا بصراحة الدور الإنقاذي والبطولي بيُمجّد، فبابقى لو عملت دوري مش هابقى مُمجّد anymore، خلاص هابقى الشخص بقى اللي هو إيه، لأ يا عم دي مش عارف إيه، لأ دي أصلها هتقول لك أصل أنا ما أقدرش مش عارف إيه، ف فبابقى عايزة أحافظ على التمجيد أو أحافظ على البطولة اللي أنا واخد الدور بتاعها، وبالتالي بابقى باعمل حاجات أكتر من قدرتي، وحاجات أكبر من احتمالي، فباوصل للpoint اللي هي البنت وصلت لها دي. إزاي بقى باعمل دوري بس؟ في شوية أفكار كده بتساعدني، وزي ما قُلت إن اللي بيساعدني أفكار، وإن اللي بيتعبني برضه أفكار. من الأفكار اللي بتساعدني جدًا بجد إن أنا مش ربنا. هتقولي بديهي ما أنا مش ربنا فعلًا، دي المعلومة اللي أنا عارفاها، لكن الطريقة اللي أنا باتصرّف بيها بشكل إنقاذي أو بشكل كأن أنا اللي لازم أعمل كل حاجة، ما هو ده لعب دور ربنا، يعني ربنا اللي بيعمل الحاجات دي مش أنا ولا أنت ولا أي حد، أنا بس عندي دور، لو عندي دور في الدعم هاقدّمه، عندي دور مادي هاقدّمه، عندي بس قدرة على الدعاء مثلًا في موقف معيّن، ده اللي هاعمله، لكن إن أنا أوجد حلول وأخرّج الناس من مصاعبهم، ده دور ربنا مش دوري. فدي النقطة، إن أنا مش ربنا، فأنا لا أستطيع فعل كل هذه الأشياء، أنا بس محتاجة أعمل الحتّة الصغيّرة بتاعتي. الفكرة التانية إدراك عجزي كبشر عن فعل ما هو أبعد من البشرية، يعني أنا عندي حدود بشرية زي إن وقتي محدود، قدرتي محدودة، جسدي محدود، عقلي محدود، أنا كلّي على بعضي محدودة، فلمّا أحاول أخرج خارج الحدود دي عشان أعمل حاجة هي محتاجة قوة خارقة، محتاجة شيء ربّاني، أنا هابقى باظلم نفسي، وهابقى باتعب نفسي، وعلى فكرة هابقى باعزّز نمط مؤذي في العلاقات بتاعتي، وباعزّز اعتمادية عند الشخص التاني، وأضُرّه من حيث نويت أن أنفعه، يعني أنا بابقى عايزة أساعد وعايزة أبقى موجودة وحاضرة،
بس مش دايمًا ده بيكون الصحّي، ساعات الشخص فعلًا بيبقى محتاج يبقى لوحده، محتاج يحس بالألم، محتاج يتعامل هو مع مشاعره، مش دايمًا في شخص موجود هو اللي بيعمل له ده، لإن ببساطة الشخص ده مش هيفضل موجود للأبد، أوقات هيكون مش قادر، أوقات هيكون هو عنده هَم ما يتلَم، ولا قدّر الله ممكن يتوفى، ممكن العلاقة تنتهي، يعني خلاص قوانين الكون هتسري عليها، وبالتالي مش هينفع أكون مُعتمد على شخص ما كsource هو اللي بيدّيني كل الحاجات دي وهو اللي بيعدّلها لي، أنا محتاجة حاجة bigger than this، محتاجة ربنا، إنه ده اللي يبقى الاعتماد عليه، لإنه القدرة غير المحدودة دي عنده هو بس، العلم والرحمة وكل حاجة غير محدودة اللي هي عكسي أنا المحدود، عنده هو. أكيد مش هاستغنى عن الناس، يعني أنا في الآخر بني آدم، لكن الاعتماد هو اللي بيعمل الخلل، فلمّا ابتدي أنا أرجع بقى للنقطة بتاعة إن أنا أعمل دوري، لمّا باعمل دوري أنا اللي أنا شايفة إن أنا دي طاقتي، ده اللي أنا أقدر عليه، ده اللي بيساعدني، هاعمله. باقي الحاجات اللي أنا شايلة هَمّها بتترتب automatically بمنتهى السلاسة، لإن ربنا هو اللي بيدير ده، ربنا هو اللي بيعمل ده، أنا باحاول أبقى باضبّط المشهد كلّه، بس المشهد كلّه مش بتاعي، ده مش دوري، مش دوري إن أنا أضبّط المشهد، في حياتي وفي حياة أي حد، أنا دوري أعمل الحتّة بتاعتي، والله أنا عندي الحتّة دي هي دي اللي أنا هاعملها، طب باقي الحاجات مش بتاعتي، فلمّا أسيب اللي مش بتاعي خلاص المعادلة بتترتب. فأنا محتاجة أبقى مُدرك ده، مُدرك إن أنا مش دوري أعمل الحاجات دي، طب لأ، طب ما أنا لو ما عملتش مش عارفة هيحصل إيه، طب ما هو أنا لازم أبقى موجودة، طب هتقول عليَّ إيه، طب لأ ما هي محتاجاني، الدنيا مش هتخرب من غيري، ده مُعتقد آخر بيساعدني برضه إن أنا أتحرك في الحدود اللي أنا عندي قدرة إن أنا أتحرك فيها، إن أنا الدنيا مش هتخرب من غيري، لو أنا ما رُحتش ربنا هيبعت، لو أنا ما ساعدتش ربنا هيبعت حد تاني يساعد، طالما إن المساعدة في الوقت ده هي مش أكتر حاجة مفيدة ليّا، مش أكتر حاجة مناسبة ليّا، جايز أنا محتاجة أرتاح، محتاجة أقعد آخد بالي من نفسي، محتاجة أعمل حاجة تانية أو عندي التزام معين، فأنا من الآخر مش هاقطّع نفسي، مش هاقطّع نفسي، أنا هاعمل اللي أقدر عليه والباقي ربنا بيضبطه بعلمه وحكمته، وعلى فكرة لحظة حلوة أوي، أوي لمّا أعمل دوري وأنا فاكرة إن الدنيا هتخرب، أعمل دوري بس وأبُص على المشهد ألاقيه اترتب، اللي هو إيه ده يا رب! ما الدنيا ما خربتش أهي فعلًا ولا حاجة. فدي حاجة بتفرق أوي حبيت أشاركها معاكم، دي كل حاجة النهارده. Oh my God! يا لهوي! كل حاجة كانت هتبوظ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. دي كل حاجة النهارده، ولو حد وصل لهنا أنا باشكره جدًا.